السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا صديقي في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن الداتابيز وليه أصلا إحنا بنستخدمها. وبدون كلام كتير يلا بينا. بص يا صاحبي، تخيل إنك فاتح محل كبير بتبيع فيه منتجات كتير، وليكن مثلا تليفونات، لابتوب، مثلا أكل، لبس، وهكذا. وعندك كمان زباين كتير بتيجي كل يوم. هل ينفع إنك تكتب كل حاجة بتحصل على ورقة وقلم؟ يعني مثلا زي مين اشترى ايه النهارده، سعر المنتج ده كام، والمخزون فيه كام قطعة، مين اللي سجل على الموقع. اكيد طبعا لا، الموضوع هيبقى مرهق لما تيجي تكتب كل الكلام ده بورقه وقلم. عشان كده بقى احنا بنستخدم حاجه اسمها داتابيز، ودي ببساطه زي دفتر كبير الكتروني بنخزن فيه كل البيانات اللي تخص الشغل بتاعنا، من حيث بقى اسم العميل، الطلب اللي اشتراه، سعر المنتج، والتاريخ، وهكذا. يعني لما يجي واحد يفتح الموقع مثلا ويكتب الايميل بتاعه والباسورد بتاعه، الموقع بيروح للداتابيز ويسالها هل الشخص دوت موجود عندك، فهي ترد ايوه موجود يا مش موجود. وعلى اساس الرد بتاعها الموقع بياخد اكشن معين، سواء بقى يدخل المستخدم دوت او يرفضه. مثال تاني، المستخدم مثلا لما يجي يطلب منتج معين على الموقع، الموقع بيروح للداتابيز الاول يقول لها هاتي لي بيانات المنتج دوت، من حيث بقى اسمه والسعر بتاعه وصوره وهكذا. فالموضوع باختصار ان الداتابيز هي اللي بتخلي الموقع فاكر كل حاجه وبيتعامل مع الناس كانهم عملاء حقيقيين. دي فكره بقى الداتابيز. تعالى بقى نشوف الداتابيز ان شاء الله هنستخدمها النهارده، واللي هي مونجو دي بي. نخش بقى على جوجل عشان ننزلها. نكتب هنا مونجو دي بي داونلود، نخش على الموقع بتاعهم. وطبعا هتيجي في السكشن دوت مونجو دي بي كوميونتي سيرفر داونلود، وتنزلها تحت. كمان هنا هتختار الفيرجن تبع المونجو اللي انت عايز تنزلها. انا هختار الفيرجن دوت، وطبعا النظام بتاعك ويندوز بقى، ماك، لينكس، اي ويندوز، اي نظام. وهنا طبعا لو عايز تنزله كنسخه ايزو او ملف مضغوط، طبعا هنزله كنسخه ايزو. تضغط طبعا داونلود، هيبدا ينزل معاك زي ما انت شايف كده. انا هوقفه طبعا عشان منزله. هتيجي بقى فين؟ هتيجي في الداونلود. تعالى هنا كده وتعالى هنا، هينزل معاك بالشكل ده. تضغط عليه، تضغط نيكست، هنا تعمل اكسبت ونيكست، هنا تعمل كومبليت ونيكست. وطبعا اتاكد انك عامل تشيك على الاختيار ده، وتختار نيكست وبعدين انستول. هنا هنختار يس. طبعا هيبدا ينزل معانا، هو هيطول شويه، فانا هقفل الفيديو وبعدين هرجع افتحه تاني. زي ما انت شايف هو خلاص معانا اهوت، فنضغط فينيش. تعالى بقى نعمل كونكت بقى مع المونجو بتاعتنا. نختار هنا كونكت، زي ما انت شايف عمل كونكشن بالداتابيز زي الفل. دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ تعالى كده برضو. هتلاقي طبعا ايقونة المونجو ظهرت عندك هنا، ولو ما ظهرتش هتيجي هنا في السيرش وتكتب مونجو، هتلاقيها ظهرت عندك هنا كده. وبكده يا صديقي نبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنبدأ نعمل بقى كونكشن للداتابيز في المشروع بتاعنا بإذن الله. وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد، وسلام.